فكرة تم استدعاء للمنتخب البرازيلي. نعم، الأول تركي اللاعب الشاب مطيراقة والأرضية على الجهة اليمنى. كان في الانتظار لحسم الأمور في الدقائق القليلة القادمة وانتظار القمة. تحدي رائع منك يا أنطوني لوبيز أمام الدخول كذلك بالعمري. لا ننسى دوره الدفاعي. الكرة لليل وفي البيير موروا وأمام فريق لا يرحم قلب في هذه الجولة الثانية أمام أنظاري برازيلي. الأولمبيك ليوني مرفوعة ديال الكرة، تسديداته معظمها كانت مؤطرة. لاعب بامبا يرفع كرة، بامبا رائع يا بالعمري، رائع يا بالعمري، رائع يا بالعمري. هنا صرامة وهنا جرأة وهنا كذلك الصمود من طرف اللاعب بالعمري. اعتقد بأن دورك رائع جدا في هذه المباراة. ماس لمن يلمس يلعب كرة ويحشي ضغط. لا العكس لنهاية المواجهة. ليل فريق وحيد نتابعه في هذا الشوط هو نادي ليل. أكثر من الاستحواذ على الكرة واكثر من سدد على المرمى واكثر من خلق الفرص بالعمري في دور البطوله. يقطع ديال الكره كمان ترايا كمان نعطوناك على الجهه اليمنى. رائع بالعمري، ارقامك تؤكد ذلك في هذه المباراه. في الثنائيات يتفوق اللاعب بالعمري بنسبه مئويه كبيره وكبيره جدا. مره اخرى تمشي كرة هنا. اوه يا بالعمري، يا بالعمري، شابو يا بالعمري، شابو بالفرنسية. وهذا التفوق الرائع. الكرة لبامبا، العرضية بامبا والحكم يصفر خطأ بالفعل. ارتكبوا غلطة في حق اللاعب بالعمري. سلامات يا بالعمري. نعم، نرفع لك القبة على هذا الأداء البطولي. لو نسأل عن أبطال هذه المباراة، نعم سأقول لكم من دون تردد أنطوني لوبيز وكذلك بالعمري. لماذا قلت أنطوني لوبيز؟ لأنه لعب 90 دقيقة معنا، أنه تألق في الشوط الأول والثاني وبدرجة والممر والشارع في الدفاعات. الكرة في العمق، هذه 1-2 وفرصة وعرضية وبالعمري. يمر الكرة هناك على الجهة اليمنى، العرضية وبالعمري من جديد. وبالعمري إذا لم تحدث المفاجأة سيكون أساسيا في قادم الموعد. والمتابعة بتسديده وبالعمري رائع. برج المراقبة الحقيقي وبالعمري، برج المراقبة الدفاعي. العمري طبعا هو لاعب خبير وعنده مسار طويل وعنده خبرة. رينيلدو بالعمري